السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غادي نتشارك معكم الطريقه ديالي في تحضير الشفوف، طريقه اللي بسيطه جدا بالنسبه للمبتدئات ومقادير اللي يعني في متناول الجميع، ما فيهاش قوه القوام، فيها غير اللي صحي ومفيد. هنا عندي جنزلان، من بعد من طبيعه الحال ما كنقيه ونغسلوه ونحمروه ونطحنوه، ما كنطحنوش مزيان، غير هكا يعني كندير له نص طحنه. والكاوكاو حتى هو كندير له نص طحنه وشويه هكا، يعني واحد قيمه واحد الجلافه، غير هكا كنفرششها شويه يعني بحال اللي كنقسمها. وعندي واحد نص كيلو ديال الصوزه وواحد الرابعه كبيره ديال الإلان، سميتو عندي سكر كلاصي. هذا كنت طحنته في الزنقه كاوكاو، ولكن يطحنوا ليا مزيان يعني هكا بحال يعلكوا. وعندي هنا حبه حلاوه والنافع، وعندي القرفه. صراحه ما كنعبرش مي غتكون نص نص رابعه هنايا. وعندي شويه ديال اللوز للتزيين. هنايا الزنزلان اللي بقى ليا من السباكيه حتى هو طحنوه مزيان صافي. والزيت غادي نبقى نخلط وكنضيف الزيت وكان يعني تنحصل القوام اللي انا بغيت. اول حاجه كنجيب واحد القصريه كبيره وغادي نغربل فيها الطحين، وما ذكرتش الطحين ضروري، ما كاينش يشفوه بلا طحين. عندي تما الطحين غير القمح، يعني خليته بالنخاله ديالو، حمرته مزيان في الفران. ودابا غادي نغربلو هنايا يعني باش دوك النخاله اللي فيه غليظه هكا يعني نحيدها منه. انا ماشي عاد خلطت الشفوف، الصراحه راني مخلطاهم دابا شي 4 ايام هادي. مي الصراحه كنت عيانه شويه مع الطبيب والتحاليل وتخربقت نيت. المهم دازت عليا هاد السيمانه هادي والله العظيم. هذا علاش ما حطيتش الفيديو من بعد، وغادي نشارك معكم كاع داكشي اللي وقع ليا وشنو اللي مريت به وشنو اللي دار. نتمنى الشفاء ليا وليكم والجميع ان شاء الله يا ربي. اليوم عاد كتاب نحط الفيديو كيف ما قلت لكم، شوفوا اللي صحيين تاكلوهم بعينيكم مغمضين، يعني ما غاديش يأذيوكم في المعده. كيف ما شفتوا معايا الطحين ديال القمح هكا يعني كيبقى فيه شويه ديال النخاله باش كتنفعنا، والصوزه وإيلان. زريعه الكتان ما كنديرهاش، لان زريعه الكتان من بعد ما كطحن وكتبقى غير هكا يعني واحد المده راه كتولي فيها واحد سميتو، المهم كتولي مسمومه يعني ما كتبقاش صحيه. هذا علاش ما بقيتش كنديرها. الكوزه كتهلك الكلاوي، الناس اللي عاد بادين ما هكا الكلاوي ويكون يعني مرض غير شويه، الكوزه راه كتهلك ليهم الكلاوي. مسك الحره وداكشي صراحه صافي ما كنديرهمش، كنكتفي بشي حاجه اللي هي صحيه وكنكون عارفه يعني المصدر ديالها. صافي انا غادي نغربل هاد السكر كلاصي تا هو تقريبا ما كاملش كيلو هنا اللي درت. صافي كنديرو هذاك حبه حلاوه والنافع، القرفه درت، الصوزه مع إيلان، سكر كلاصي، وغادي نحاول نخلط الكل. وهنا من بعد ما خلطتهم مزيان، دابا غادي نقص صراحه باش نصيب فين ندير زنزلان مع الكاوكاو. هنا جاتني القشريه صغيره، غادي نقص شويه هنا في هاد الطاسه. وانا غادي نضيف زنزلان، الصراحه ما عبرتش مي الصراحه راه كتبان واحد الكميه اللي كبيره. غادي ندير نص هكا ونص هكا.
وغادي نعقب نفرق هاد الكاوكاو تا هو. هنا غادي ندير داك الجنجلان اللي بقى ليا من السباكيه، ما كنت طحنته في الزنقه. الصراحه طحنوه مزيان هو وهاد الكاوكاو تا هو طحنهم مزيان. اما الكاوكاو الاخر مع الجنجلان طحنتهم غير في الدار، يعني ما طحنتهمش مزيان. توا غادي نفرقوا عليهم وغادي نحاول نخلط هادشي مزيان. انا ما كنطحنش بحال هكا الكاوكاو مع زنزلان، يعني كندير لهم الطريقه اللي درت الاولى. مي هادو غير بقاو ليا من السباكيه. كاوكاو كنت غنديرو في السباكيه ما بقيتش درتو، وجنزلان خلاص راني درتو. مي هو هذا غيبقاو ضايعين راني درتهم هنا. مي انا الصراحه راه كان كيف ما كنقولوا غير كنفرشش هادوك هادو، يعني ما كنطحنش مزيان، كنيلهم باش ما كيأثروش على المعده. وصراحه حتى سميتو يعني الذوق ديالها كيجي زوين وانتي كتاكليها. صراحه شفوف لي صحيين. نتمنى يا ربي تعجبكم الطريقه ديالي، واخا جات معطله شويه مي غير مع الظروف. مي راني كنت يعني كنت موجدها بكري، غير مع الظروف ما خلطتهاش. غادي نعطيهم يذوقوا ليا هكا على السكر، يعني واش الحلاوه هي هذيك ولا نجيد شويه ديال السكر الثقيل. واللي تا هو جا كياخد. صراحه هما كتعجبهم هاد الشفوف، صراحه راه دائما كنديرهم العام كامل. دابا عاد سالاو ليا. صراحه انا راه ما كنحطهمش هاد الفطور نهائيا، غادي نحطهم نولي نهزهم، ما كاينش اللي غياخدهم. مي كنديرهم عاد السحور، يعني مول الدار كيعجبوه كياخدهم، يعني بحال اللي كيف ما كنقولوا كيسدوا ليه. كيعجبوه بهاد الطريقه هذه. مي ما كيعجبوش هكا داك الطحين اللي كيكون بيض ولا هذا نهائيا ما ياكلهاش. واخا نديرها ما ياكلهاش. كندير هذه اللي كتجي شويه كيف ما كنقولوا كتجي حرشه، وفي نفس الوقت يعني كتجي صحيه بدون اي مضافات. كيف ما شفتوا معايا راه درت فيها كلشي صحي. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما كنديرها. كتجي هكا حرشه، صراحه كتجي زوينه. اصلا انا كضرني المعده والمصران وكناخذ منها هكا شويه، صراحه ما كضرنيش صراحه. المهم اللي نقول عليها هو انها صحيه وما غاديش تاذيكم. نتمنى يا ربي تعجبكم الطريقه ديالي. العام الجاي ان شاء الله مي رانا غتكونوا دابا خلطوا الشفوف ديالكم. انا اللي راني معكازه شويه ولكن المرض. نتمنى الشفاء ليا وليكم والجميع. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى تعجبكم طريقتي في الشفوف. كنقول لكم عواشر مباركه مره اخرى، وتهلاو في ريوسكم.